طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للمشاهدين، وأيضا السلطة الرابعة للإعلام. بدون الإعلام الرسالة ما بتصل، تحية خاصة لهم. السلطة الرابعة للإعلام، تحية خاصة لهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللايف ده بخصوص المصباح. قائد البراؤون. اللايف ده بخصوص المصباح. الليلة يوم 9 شهر 8 2025 يوم السبت. يوم 9 شهر 8 2025 السبت. فهي خاصة لكم يا اخوانا. المصباح ده بداية التحرك، حقه يتحرك من المكتب ده. مصباح هي خاصة له، اتحرك من هذه المكتب المتواضع. كان معاه ناسه كلهم جوني وباركت لهم، لأنه ولد صادق، ولد نظيف، سوداني 100%. ما تجي تفرزوا لنا تخطوا مذلات تقولوا ده كده وده كده. لا، ده سوداني 100%، وراجل بطل وراجل صادق. دافع لوطنه، دافع للأرض حقه، دافع للسودان. معه الأبطال كلهم، تحية خاصة لهم البراؤون، الناس الصادقين. الناس دول من ساعة الصفر لغاية هسه ما ازدازوا، واقفين وقفة كويسة. الناس اللي قصدوا مصباح ده سوداني صادق وزول شغال. ناس حرروا الخرطوم، حرروا الجزيرة، حرروا الأرض كلها بتاعت السودان دي. أي منطقة تحررت هم كانوا موجودين. هسه جزاؤه ما يبقى اعتقالات، جزاؤه هلا كان يتعمل عليه تمثال، يتعمل عليه حاجة فخمة يفتخروا بها السودانيين. أنا ما دار السوداني يسكت. اعتقال بتاعته ما قال أنا بموت ليه أخش في الهرب، لا، في مقدمة الناس، ما قاعد في الغرف المغلقة. هو وناسه البراؤون كلهم تحية خاصة لهم. المصباح ده هسه اعتقلوه، مسكوه ناس القاهرة، مسكوه الأمن بتاع القاهرة. مصر الكلام ده ما بنقبل. مصر دولة جارة، مصر أم الدنيا. نحن ما نقبل تذلوا ناسنا. نحن ما بنزل ناسكم، ما قاعدين ننزل ناسكم. ما تذلوا ناسنا، ما بنقبل منكم. ما ممكن تقولوا معاكم ونحن معاكم لا. زول سوداني وقاعد يدافع لوطنه، وقاعد يدافع للأرض حقه. المصباح الذي الصحة والعافية وربنا يوفقه. نحن قاعدين نزول أسرع فرصة تفكر. لو معتقلينه أخطأتوا خطأ كبير. المصريين أخطأتوا خطأ كبير. ده ما يستحق يعتقلوه، ده يستحق يفرزوا له ورود، لأنه ده بطل، ده زول صادق، ده زول نظيف. المصباح يفرزوا له ورود، مش يعتقلوه. أما ليه عشان تعتقلوه؟ أما ليه يعطوا جريمة؟ عشان دافع لوطنه، عشان دافع للسودان. الزول ده مريض جاي يتعالج. عشان كده نحن ما نقبل اعتقال المصباح، ما بنقبله، وكل السودانيين ما بيقبلوا. والحكومة لازم تاخذوا دور. انتوا ما ممكن زول زي ده تهمشوه، ما ممكن زول زي ده تهمشوه. ده ما خاين، ده زول صادق، زول بطل. تقعدوا تعاينوا. لو الاعتقال ده بقى صح، كلام ده ما مقبول. نرفض كلام زي ده، نرفض. في البطل، في الزول الصادق، الزول النظيف، راسه مرفوع، الدافع لوطنه، الدافع لبلده. جزاؤه ما يبقى كده، جزاؤه ما يبقى كده. ما بنقبل من اي جهه. المصريين اتعاملوا معامله مع راغيه مع السودانيين. نحن قاعدين نتعامل مع المصريين معامله راغيه.
ما نفتح بيبان بتاع شنو يحصل خلافات. المصباح ده يتفك في أسرع فرصة. المصباح قائد البراؤون يتفك في أسرع فرصة. مكانه ما الاعتقال، مكانه تفرشوا له ورود، تفرشوا له ورود. ده راجل بطل، راجل صادق وراجل نظيف سوداني 100%. عشان كده المصريين ما تخطئوا، المصريين ما تخطئوا. احترموا الجيرة، احترموا الجيرة، احترموا الناس الصادقين السودانيين. عشان كده في أسرع فرصة يتفكر. الحكومة لازم تاخذ دور. دول وقف معاكم من ساعة الصفر يعتقلوه بدون سبب وانتوا قاعدين. لازم يكون في اتصال مباشر للسيسي في أسرع فرصة. المصباح ما مكانه الاعتقالات، المعتقل مكانه تفرشوا له ورود، يستحق تفرشوا له ورود. ده راجل بطل وراجل صادق وراجل نظيف. ضروري 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 كل الشعب السوداني لازم تقفوا وقفة واحدة مع الأبطال حقكم، مع الناس الصادقين، مع الناس النضاف، مع الحكومة، المركز، رئيس مجلس الوزراء. المصباح يتفك سريع، المصباح يتفك سريع، المصباح يتفك سريع. ما دارين أي تأخير، ما دارين أي تأخير. زول ما عمل حاجة، دافع لوطن، زول صادق، زول بطل. عشان كده يتفكر الشعب كله يقوم، والحكومة ما دارين زول يقعد. تغيموا ناسكم عشان تتغيموا، تغيموا ناسكم عشان تتغيموا. ما ممكن تخلوا المصباح يعتقلوه وانتوا تقعدوا هنا. كلكم تكونوا في مصر، تقعدوا مع السيسي يفك المصباح في أسرع فرصة. في أسرع فرصة المصباح ده يتفك. المصباح ده يفرشوا له ورود، يفرشوا له ورود. قائد البراؤون، الناس الأبطال، الناس الصادقين. البراؤون هي خاصة ليكم، الناس الصادقين، الناس الدافعوا لوطنهم، الدافعوا لبلدهم، الدافعوا لأرضهم، الدافعوا لوطنهم السودان. دول ناس صادقين، ما دارين ضبانة تقعد فوقه، ما دارين ضبانة تقعد فوقه. لازم نهتم بهم ولازم نعمل لهم حماية. دول ناس صادقين. المصباح يتفك في أسرع فرصة، ما دارين أي تأخير. علاقتنا عشان تبقى كويسة، المصريين والسودانيين عشان العلاقة تبقى كويسة. زول زي ده ما ممكن يعتقل، ما ممكن تعتقلوه. لك تفرشوا له ورود، تفرشوا له ورود، لأنه راجل بطل وراجل صادق. وأنا عندي لايف آخر عندي فيه كلام كثير بخصوص المصباح والبراؤون. تحية خاصة لهم، الناس الصادقين، الناس الأبطال، تحية خاصة لهم، تحية خاصة لهم. أنا هسه كان أتكلم الكلام ده في اللايف، لكن عملت حاجة خاصة ورسالة بسيطة. ويستحق مننا المصباح، يستحق مننا البراؤون، يستحقوا مننا. لو دارين دم نديهم، لو دارين دم نديهم، لأنه دول ناس صادقين ودول وطنيين وناس نضاف. أنا ما داير الناس يقعدوا في الغرف المغلقة وما يهتموا بالمصباح. ما اهتميتوا بالمصباح، عايزين تهتموا بمنو؟ ما اهتميتوا بالبراؤون، عايزين تهتموا بمنو؟ ما تشتغلوا الجلد ما جلدك جروا على الشغل. ده زول صادق وزول بطل، دول ناس نضاف. البراؤون على بقيادة القائد المصباح، قائد البراؤون، كلهم تحية خاصة لهم، تحية خاصة لهم. دي رسالة بسيطة، ودي حاجة يستحقوها مننا، وده حق من حقوقهم، ونحن واقفين معهم في الصغيرة والكبيرة، الصغيرة والكبيرة. اوعكم تفتحوا بيبان بتاع جهنم، اوعكم تفتحوا بيبان بتاع جهنم. ده زول مغيم وممنوع الاقتراب والتصوير له، ممنوع الاقتراب والتصوير. المصباح ده مكانه يفرشوا له ورود، مش مكانه المعتقل. عشان كده رسالة بسيطة، عندنا كلام كثير، وإن شاء الله في الغريب العاجل هنرسل في لايف، وإن شاء الله
باقي الكلام هسه انا اتاخر عشان ارسله في اللايف. ده كلام كان اجيبه مع اللايف، لكن قلت اجيب اختصره براه. وعشان كده الرساله دي للمصباح وللبراؤون، انظف ناس، اصدق ناس، بيدافعوا لوطنهم، بيدافعوا لبلدهم. عشان كده ممنوع الاختلاف والتصوير، ممنوع الاختلاف والتصوير. ما دارين دول يصور المصباح ولا البراؤون. دول ناس زي العلم السوداني، زي العلم السوداني. العلم السوداني واحد. البراؤون والمصباح كلهم ناس صادقين زي علم السودان ده كده. الشغل اللي عملوه كل الناس بيعرفوه، العالم بيعرف. عشان كده المصباح خط احمر. الناس دول ناس المركز. المصباح ده لو معتقل يفكوه طوالي وتفرشوا له ورود. المصريين ما تخطئوا، دي خطأ كبيرة. الخطأ بتاع الزول الشاطر يكون خطأ كبير. عشان كده المصباح ده يكون برا وفرشوا له ورود المصريين، افرشوا له ورود ما يقعد في المعتقل ثانية. عشان كده ده بطل حقنا، ده زول صادق وزول نظيف. كل البراؤون ناس نضاف وناس صادقين. تحية خاصة لهم، تحية خاصة لهم. شكرا، بارك الله فيكم، شكرا.